انت متأكد ان انت لما بتفتح انستجرام بتبقى مبسوط؟ يعني الطبيعي ان مواقع التواصل الاجتماعي تكون بتفتحها عشان تحس بالسعادة، عشان تتبسط، عشان تضيف لك اي حاجة. مش مهم حتى تحس بالسعادة، بس المهم ان هي تضيف لك اي حاجة. الواقع عكس كده تماما. خش انستجرام، حتى لو حصل بعض من الفرحة او السعادة تختفي بمجرد ما تطلع من الانستجرام. لو بتفتح انستا والابتسامة بتتبخر اول ما تطلع منه، تقلقش، انت مش لوحدك. الانستجرام بقى مش مكان ينزل عليه صور وخلاص، ده نظام بيخلي دماغك يشتغل ضدك. بصراحة انت عمرك لاحظت انك دخلت عشان تشوف اشعار واحد؟ يعني واحد بعت لك مثلا رسالة او حاجة، فجأة تلاقي نفسك بقالك بالساعات قاعد تسكرول في الشاشة. ده مش صدفة. الالجوريزم مش معمول عشان يساعدك، معمول عشان يقعدك اكبر فتره ممكنه. كل مره بتسحب فيها الشاشه لتحت دماغك بيستنى المفاجاه. لو حابب تفهم الموضوع اكتر ممكن تتفرج على الفيديو ده، بتكلم فيه عن الموضوع ده بشكل مفصل. بس اختصارا، المفاجاه اللي انت بتبقى مستنيها، يا ترى هيضحكني، يا ترى هيصدمني، يا ترى هيغضبني، اللي هو المفاجاه دي اللي بتخلي دماغك يفرز الدوبامين من قبل حتى ما تبص. انت بيبقى اتفرز الدوبامين اصلا في سحبتك للتليفون، في السحبه اللي تحت ديت بيبقى الدوبامين اتفرز من قبل ما تشوف يا ترى ايه اللي هيحصل. بس الخوارزمية ذكية جدا، مش بتديك المتعة على طول، تديك جرعة صغيرة كل شوية. تقول لي يعني ايه؟ هقول لك يعني هل انت في العادي لما بتخش مثلا انستجرام بتلاقي فعلا الفيديوهات كلها عجباك؟ بتلاقي الريلز كلها عجباك؟ مؤكد لا. هو بيبقى دايما بيديك فيديو وحش وفيديو وسط وفيديو جامد وبعدها فيديو تاني وحش، فانت تنيك تسكرول اللي هو طب انا مستني ان يجي لي فيديو حلو. فاهم؟ زي ما قلت لكم انا شارح الموضوع دوت في الفيديو دوت بالتفصيل لو حابين تفهموا الموضوع اكتر. في نوع من الفيديوهات تلعب على مشاعرك، مقاطع مؤثرة، قصص فاجعة مثلا، حيوانات تعبانة، فاهم؟ وشغلك موسيقى حزينة، ومثلا يجيب لك واحد متدمر نفسيا ويقوم مشغله لك ويقول لك يعني كلام جدا حزين. المشكلة في نقطة يا جماعة، ان انت بجد بتبقى داخل الانستجرام انت عادي، يعني انت حياتك حلوة وكل حاجة وزي الفل. اول ما تخش بتلاقي فجأة كل حاجة ضلمت وبيعرض لك فيديوهات حزينة جدا. المشكلة مع كثرة مشاهدة الريلز ديت بتلاقي نفسك تلقائيا بدأت تحس بالحزن، مع ان اصلا مفيش حاجة. خد عندك ممكن مثلا تلاقي فيديوهات كتير عن قد ايه الابهات ما بتحسش باولادها، مثلا تلاقي نفسك زعلت من ابوك وهو اصلا يعني هو ما عملكش حاجه، والله ما عملكش اي حاجه. كآبة خرافيه بتتصنع لك بسبب بس شويه ريلز انت بتتفرج عليه. حرفيا بيلعبوا بدماغك بمجرد ان انت شفت كام ريل بس. فاهم؟ زي ما قلت لك انت بجد بتبقى داخل الوقت انت مبسوط في حياتك، انت الحياه زي الفل بتاع 10/10، تخش تقلب ايه ده ريلز حزينه، تبدا تفتكر حاجات حزينه. اللي هو طب ليه يا ابني بتعمل في نفسك كده؟ بص، عشان تكون فاهم كويس قوي، الناس بتحط افضل لحظة بيعيشوها، ومش بس افضل لحظة، هو بيحط لك افضل لحظة وافضل صورة وافضل فلتر. بس ورا الكلام ده كله انت بجد ما تعرفش ايه اللي بيحصل في حياته. انت كل اللي شفته عبارة عن صورة، ممكن يكون بعربيته مثلا، بشوية فلوس، فاهم، بلبس معين، اللي هو اوف ايه ده، ايه الجمدان ده. بس الواقع ممكن يكون عكس كده تماما. بس هو لازم يبيع لك الموضوع دوت، لانه لما باعهولكش طب ما هو ده شغله ان هو يبيع لك قد ايه ان حياته مثالية، وقد ايه ان انت محتاج تبقى شبه. هو اصلا في عيوب كتيره جدا وفي حاجات كتيره ناقصه في حياته، بس هو ما بيوريلكش. المشكله كمان ان الناس بتقارن نفسها بصور غير قابله للتحقيق. فاهم؟ اللي هو بيحصل لك بقى بعدها نقصان بقى في الثقه بقى واحساس بالفشل، مع ان يعني انت مش فاشل، انت ممكن تكون اجمد في حاجه تانية جدا جدا عنه، بس هو مبين لك الحته الجامده عنده بس. يعني بجد ممكن تدور مثلا في نفسك تلاقي في ميزه، ممكن تلاقي مش عنده اصلا، بس هو ما باينلكش ان هو ضعيف في النقطه دي. فاهم؟ مثال بسيط جدا، بتشوف الفيديوهات مثلا اللي هي بتبقى لناس بتعرض جسمها او حاجه، بيلعبوا جيم وكده، حرفيا كميه الاضاءه على كميه التاثيرات على كميه الشغل عشان يطلع لك بصوره حرفيا ايه الجمدان ده، ايه الجمال ده. حرفيا لو شفته في الحقيقه اللي هو وايه العبط ده، وانا كنت يعني ايه المثاليه الاوفر اللي كانت موجوده في الصوره دي. فاهمني؟ حرفيا انا عامل الفيديو ده كله عشان الجزئيه دي، حته التحفيز الكذاب والفشخره اللي ملهاش اي تبرير. في كونتنت بيبقى كله موتيفيشن. مش بس كده، خد بالك انت اكيد عارف يعني ان انستجرام طالما انت بتحب الفيديوهات او الريلز بتاعت الموتيفيشن هتلاقيها بتطلع لك على طول. فاول ما تطلع لك بتبدا تغوص بقى في كميه ريلز فيها كلها موتيفيشن، كلها عبارات بقى جميله بقى وجامده بقى وقويه، وواحد بيقول لك يا ما تستسلمتش وانت افضل واحد في العالم وانت اجمد واحد. عارف المشكله بعد كل ده؟ ان انت حرفيا بعد
بعد ما تسمع شويه الكلام ده انت ممكن تكون بتتحمس وانت بتسمع، وبتتحمس بعد ما تطلع بدقيقتين. يا عم اقول لك ممكن تتحمس ساعتين، انما بجد مش هتقدر تكمل حياتك عادي. يعني اصل الموتيفيشن ده حرفيا بياكل على قفاك مشاهدات بس، فاهم؟ يعني انا بلاقي فيديوهات الموتيفيشن حرفيا منتشره جدا وعليها كميه لايكس غير طبيعيه. هو عارف ان هو لما يقول لك في اخر الريل مثلا انت تقدر، انت جامد، انت تعرف تعمل اي حاجه، انت تقدر تعمل كذا وكذا وكذا، انت عارف لو عملت كذا هتبقى كذا، انت فاهم؟ انت التحفيز اللي هو حرفيا هيحركك دقيقتين وخلاص، فاهم؟ انت عارف ان كده في مشكله في التحفيز عامه. يعني عامه التحفيز يعني لما بيزيد بيبقى مش حلو، بس خصوصا بقى زي ما بقول لك في ريلز الانستجرام، انت اصلا بيبقى كل اللي عندك موتيفيشن، خش يا عم دور ايه ده، اوف ايه ده الجمدان ده، فاهم؟ فتطلع دقيقتين 3 يا عم ساعتين وتلاقي نفسك خبطت تاني، فاهم؟ اللي هو طب انا كنت جايب الطاقه دي منين؟ مش بس كده، ريلز بتحسسك قد ايه انك فاهم سوبر مان، اللي هو انت جامد جدا، انت فوق يلا، ولا انت جامد، انت جامد في كل حاجه، فاهم؟ مع ان ممكن تبدل كل دوت بان انت بس تعمل خطه مكونه من 3 خطوات، فاهم؟ كل يوم يعني ممكن تعمل تو دو ليست 3 ايام وكل يوم يعني حاجه معينه تعملها وخلاص، يعني فاهم؟ وهتبقى حياتك زي الفل، مش محتاج كل التحفيز ده. طبعا انا ما اتكلمتش خالص عن الفيديوهات اللي هي بتبقى زي الزفت بقى، فاهم؟ اللي هو حرفيا مقاطع جايه من مواقع مش تمام، يعني فاهم؟ دي انا مش هتكلم عليها لان اكيد ده طبيعي، انه اكيد انت عارف ان ده غلط، فاهم؟ مش محتاج ان انا اشرح لك قد ايه ان الموضوع ده زي الزفت، ان الموضوع دوت بيحسسني بجد ان انستجرام دوت بجد موقع ضعيف، فاهم؟ يعني مش موقع طبيعي اصلا، ده موقع تواصل بجد يعني. طب ده موقع يعني تنزيل صور عاديه، فاهم؟ الحل ببساطه عشان ما اطولش عليك بجد، ما تنزلش انستجرام لو انت بجد ما عندكش حاجه مهمه عليه. يعني بجد يعني فكره مثلا اصل بنزل صوري، يعني بجد يا اسطى بجد لو عندك مثلا بيزنس عليه تمام مفيش مشكله، لو بيدخلك فلوس، لو بتعمل بيه اي حاجه نافعه في حياتك، يعني فاهم؟ يعني ما تنزلش انستجرام عشان كل الناس منزلين انستجرام. انا بجد مسحه دلوقتي وبجد ما افتحوش خالص، مش عشان انا جامد او اي حاجه، بس بجد لما تمسحه يعني تحس ان انت مش محتاجه، يعني فاهم؟ مفيش حاجه مهمه بتعملها عليه. في اخر الفيديو برضه عايزك تقول لي في التعليقات وفي حاجه تانية يعني مضره انستجرام انا ممكن اكون ما خدتش بالي منها. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، ويلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام.